بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيراميدز يفوز على نادي الزمالك بهدف غلطة من عواد. طبعا في ناس كتير هتطلع النهارده بعد الغلطة دي وهتقول لك بس الماتش متفوت، بس الماتش متساب، بس الكلام ده. الله، طب انت يا نادي اهلي لعبت الفرقه دي ماتشين اللي هي فرقه بيراميدز دي، وفي الماتشين في طرد في الدقيقه 17 وفي طرد الماتش اللي بعديه في الدقيقه 55 وما قدرتش تكسب الفرقه دي وهي ناقصه. عايز الزمالك في حالته دي يكسب بيراميدز؟ اعتقد ان في صعوبه، لان مهما كان السكواد بتاع بيراميدز اعلى من السكواد بتاع النادي الاهلي في التوقيت الحالي، مش يعني في السنه دي، واعلى من السكواد بتاع نادي الزمالك. فانت ما تلومش الا نفسك يا اهلي، انت اللي حطيت نفسك في المأزق ده، لانك انت لو كسبت بيراميدز الدور الثاني سيبك من الاولاني، لو كسبت الدور الثاني اعتقد ان انت كان الدوري بتاعك 100% ولا احتجت بقى ان ما يتخصمش منك 3 بونت ولا يتخصم منك 3 ونخش بقى في الدوامه اللي احنا داخلين فيها ديت والكلام الفاضي ده. فانا بقول ان انت كنادي اهلي انت السبب ان انت تعلق الدوري لغايه دلوقتي. الدوري دلوقتي معلق. انا يمكن قلت في الفيديو اللي فات مبروك الدوري، على اساس ان في علامات كده زي ماتش شبين لو تفتكروا لما جبت الجون في الدقيقه 48 ونص، وكان ساعتها الفرق 2 بونت بين الزمالك وبين النادي الاهلي، وكان ساعتها الماتش ب2 بونت مش ب3 زي دلوقتي. برضو السنه دي في علامتين يدولك ان الدوري رايح في اتجاه النادي الاهلي. رقم 1 ماتش بيراميدز اللي انت كنت خسران فيه الماتش الثاني 1-0 في الدقيقه 5 و33 ثانيه احمد رضا بيجيب هدف التعادل، فبيرجع يحيي امالك تاني. النهارده ياسر ابراهيم في الدقيقه 5 من الوقت بدل الضايع وكذا ثانيه بيشيل كرة من على خط المرمى، برضو دي دلاله ان الدوري رايح في طريقه للجزيره، او هو هيبقى في الجزيره مش هيطلع بره بالكورتين دول. وفكرتكم بماتش شبين اللي هو كان سنه 96. فانا عايز اقول ان النادي او الناس اللي هي هتشكك وتقول لك لا عواد سايب الماتش، وبعدين اتكتبت على الشاشه على طول غلطه عواد. الله، طب ما انت الشناوي بيغلط ما بنتلاقيش على الشاشه ان في غلطه للشناوي؟ في ايه يا رجاله؟ ما احنا عايزين نقول ان احنا خلينا فير. انت النهارده الزمالك لعب بشرف، ما عندناش ادنى مشكله قدام سكواد قوي جدا. وما تنسوش ان الدور الاولاني الفرقه دي كسبانه الزمالك والزمالك كان في احسن حالاته كسباناه 3-0 وفي ضربه جزاء ما اتحسبتش. فلما يكسب 1-0 ده طبيعي، يكسب 2-0. شوف النهارده مضيع كام فرصه، يعني كام فرصه النهارده، في واحده في الاخر مروان حمدي لو حط دماغه لتحت جول. المهم يعني مش عايزين نخوض في الموضوع دوت، لانك لو خدت في الموضوع ده زي برضه ما انت قلت ايه الدوري موجه لبيراميدز. ولو رجعنا وقلنا طب والترتيب الجدول واللي حاطط الجدول وفي فرق مش موجوده، يعني مثلا نقول ان بيراميدز لعب 9 ماتشات خارج الملعب، كل الماتشات اللي لعبها خارج الملعب المفروض في الدور الثاني يتعمل لها مليون حساب. ايه الحساب اللي يتعمل؟ الحساب اللي يتعمل ده ان يعني 9 ماتشات بره الدور الاولاني، وللعلم ال9 ماتشات الفرق اللي هي لعبهم الدور الاولاني كلهم بره، كلهم ما دخلوش في الدور الثاني. فمن العداله ان انت موسم استثنائي المفروض تعمل الجدول بما يرضي الله، ماليش دعوه مين لعب بره ومين ما لعبش جوه، زي ما انت عملته في مصلحه نادي. فاحنا مش عايزين نعيد كتير ويطلع واحد، قلنا الكلام ده كتير، مسؤول كان في الاتحاد السابق ويطلع يقول لك لا الدوري موجه. عيب عليك، عيب عليك. أو لما انت بقى كنت مسؤول كنت انت بتعمل ايه في صالح النادي اللي انت بتقول له ده طالع تجامله وتقول له ان الدوري موجه؟ طب واللي حاطط الجدول ده مش موجه؟ يعني حضرتك اللي حاطط واربع ماتشات الساعه 5 وكل الماتشات بره ومفيش الا ماتشين الاهلي والزمالك هم اللي على ملعبه في القاهره والباقي كله بره. الله، يبقى ده مش موجه؟
فاحنا مش عايزين نشكك، انما لو ما كانش كده خلاص يا عم ادوله بقى وريحوا، بدل ما فرق تصرف وتجيب لعيبه اجانب وتجيب مدربين اجانب وتخرج معسكرات وتصرف طول الشهر على عقود اللعيبه وعلى مرتبات اللعيبه وعلى مكافآت اللعيبه وفي موظفين وفي عمال، يبقى ريحهم بقى وقول لهم من البدايه ان الدوري رايح لكذا، وخليهم هم يلعبوا دوره زي اللي هي بتاعت الرابطه دي وخلاص، وريح دماغك يعني. انما هنطلع نشكك كل شويه، لا. الدوري احنا بنقول حلاوته في المنافسه، انت السنه اللي فاتت ما كانش فيه منافسه ما حسيتش بيه. ليه؟ لان انت نهيت المنافسه من بدايتها، اول ما حصل اللي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز انت نهيت، كان لسه فاضل بقى يجي 7 8 ماتشات، فانت نهيتها في الوقت ده بدري، فعشان كده ما كان. انما احنا ما صدقنا ان يبقى فيه منافسه، عايزين فرقه واثنين وثلاثه ينافسوا عشان الدوري يبقى حلو. ويا عم حلال عليه اللي ياخده، والله يبقى حلال على اللي ياخده. على العموم الزمالك انا من وجهه نظري لعب بشرف، الخطأ وارد، كرة عواد ديت الناس هتطلع تشكك كتير وهتداري كتير. طب انت لما النهارده الزمالك ساب، طب انت ما كسبتش الفرقه دي ليه وهي ناقصه مرتين؟ ما تداريش بقى على خيبتك وتيجي تقول لك اصل انت منتظر ان الزمالك بحالته السيئه دي اللي هو متعادل 3 ماتشات اللي فاتوا عايزه يكسب بيراميدز اقوى فرقه في مصر وافريقيا؟ ما كسبتهاش انت ليه؟ كلمه واحده، ما كسبتهاش انت ليه؟ وهي ناقصه مره في الدقيقه 17 ومره في الدقيقه 55، مش انت احسن نادي في افريقيا؟ ما كسبتش ليه؟ فما ترميش حملك واخطائك زي بالظبط ما انت بتيجي دلوقتي تقول لك ايه، لا اصل يتخصم ال3 بونت، احنا هيتخصم 3 بونت بس والثلاثه التانيين لا. قال لا، هو حد كان ضربك على ايدك يابا وقال لك انسحب؟ هو ده مش قرار القبضي؟ احنا مالنا؟ كل واحد بيشيل قرار هو مسؤول عنه، وحق ربنا ان الثلاث نقاط ما يتخصموا، يبقى 6 نقاط زي ماتش الزمالك السنه اللي فاتت، كنت لسه مطبق قبلها اللائحه من 6 شهور. مش هو يغلط وانتوا بقى تجروا تصلحوا له غلطه، ما ينفعش. على العموم الدوري مولع والدوري لسه فيه منافسه، ونشوف الدنيا الفتره اللي جايه دي، والقرار هيتاجل شويه تاني لغايه ما نشوف الدنيا هيبقى فيها ايه، وبعد كده ربنا يسهل يعني. واحنا عايزين منافسه، عايزين الدوري حلو ان فيه منافسه يعني. الناس قاعده النهارده كل جماهير الاهلي اول مره بتشجع الزمالك، ودي حاجه، وجماهير الزمالك بتشجع بيراميدز، تخيلوا دي عشان في منافسه، فاحنا حلوه المنافسه، احنا عايزين المنافسه دي. ماشي ان شاء الله اشوفكم في الفيديو في الماتشات القادمه باذن الله. استودعكم الله، السلام عليكم.